في الحلقة دي بالذات هشرح الفرق بين السكر النوع الأول والنوع الثاني، وإزاي تقدر تميز أنك عندك أنهي نوع. يلا بينا نبص على السكر النوع الأول في البداية. السكر النوع الأول غالبا بيكون سببه مناعي، يعني لو حصل تدمير مناعي لخلايا البيتا في البنكرياس عندك ممكن يجيلك السكر النوع الأول. غالبا بيظهر في سن صغير عند الأطفال، لكن حتى الكبار ممكن يجيلهم بربع. علاج السكر النوع الأول هو الإنسولين وبس، وما فيش علاج تاني ليه لحد دلوقتي. تعالوا نبص على السكر النوع الثاني. السكر النوع الثاني غالبا بيجي للكبار، بس ممكن يجي للشباب الصغيرين وكمان للأطفال. السكر النوع الثاني سببه السمنة والعوامل الوراثية، وكمان مشاكل في نمط الحياة ومقاومة الإنسولين. السكر النوع الثاني ممكن يتعالج بتغيير نمط الحياة وأدوية عن طريق الفم وأحيانا الإنسولين. طيب إزاي نفرق بين الاثنين دول؟ لو اكتشفت إن عندك سكر، الدكتور بتاعك المفروض يحدد إذا كان ده سكر نوع أول ولا نوع تاني من خلال الكشف وسماع التاريخ المرضي. بس أوقات الدكتور ممكن يحتاج يعمل تحاليل أدق، زي تحليل سي بيبتايد في الدم. ممكن كمان يعمل تحاليل لأجسام مضادة معينة، زي أجسام المضادة أو أجسام خلايا الجزر، عشان يحدد إذا كان ده سكر نوع أول ولا نوع تاني. فمهم إنك تتكلم مع دكتورك عن الموضوع ده. خلي بالك من نفسك.